بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، هذا الجزء الثاني من كتاب حلال العقد في بيان أحكام المعتقد للشيخ نجم الدين الطوفي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله هذا الفصل الثاني المتعلق بالإيمان بالملائكة وتوابعه. قال المصنف رحمه الله: المتعلق الثاني للإيمان الملائكة، وفيهم مسائل. الأولى: الملائكة واحدهم ملك وأصله ملأك، قال فلست بجني ولكن ملأك، أي هذا جزء من بيت شعري. ويحتمل أن هذا ضرورة شعرية، وأن الأصل ملك كما هو المعروف في قوله عز وجل: يتوفاكم ملك الموت، غير أن الأول يرجح اشتقاقه من المألكة والملأكة، وهي الرسالة، لأن الملائكة رسل الله وحامل رسالته، وتكون الهمزة في الملك أصلا مرفوضة. الثانية: الملائكة جواهر روحانية لطيفة، لهم قوة التشكل في الأشكال المختلفة والنفوذ في الأجرام المتكثفة بإقدار الله عز وجل لهم على ذلك، كما تشكل ملك الموت لموسى بشكل بشر، وجبريل لمحمد عليه السلام في صورة دحية وغيره، ولمريم بشرا سويا. ويقال إن ملك الموت وأعوانه كانوا يظهرون للناس في قديم الزمان، حتى فقأ موسى عين ملك الموت فاختفوا عن الناس. الثالثة: الملائكة معصومون وعباد مكرمون، لقوله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا، ثم قال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقدح بعض المبتدعة في عصمتهم، واحتج على ذلك بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، الآية، وتقريره من وجوه. وزعم بعض الكفار أنهم بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلهم اليهود أعداء لهم، والنصوص تخالف الجميع. الرابعة: الملائكة مكلفون لأنهم عباد عقلاء، وكل عبد عاقل مكلف. قد قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ومن لوازم ذلك كله التكليف. الخامسة: الملائكة يموتون، لقوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل شيء فان، وهم نفوس وأشياء. السادسة: وقيل عن وهب أنهم كانوا يأكلون، ويشير إلى ذلك قوله عز وجل: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، فإنه يشعر بأن الملائكة أكلوا من الشجرة، لكن النفس لا تسكن إلى هذا، لأنه من كتب أهل الكتاب، ولم يرد شرعنا بما يدل عليه، مع أنه ممكن في نفسه. السابعة: الملائكة لا يحاسبون، لأنهم لا معصية لهم يعاقبون عليها، وثواب طاعتهم يصلهم شيئا فشيئا بما يفيض عليهم من المعارف، ويسدى عليهم من العوارف، ويدركونه من البهجة والسعادة على اضطراد العادة. الثامنة: اختلف في الملائكة والبشر أيهما أفضل، فقيل الملائكة، وقيل البشر، وقيل من غلب عقله هواه من البشر فهو خير من الملائكة، ومن لا فلا، بل البهيمة خير منه. وقسمة المسألة الممكنة أن الملائكة إما أن يكونوا خيرا من البشر على الإطلاق، أو البشر خير من الملائكة على الإطلاق، أو هما سواء، أو جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، وإن تخلف ذلك في بعض الأشخاص، أو بالعكس، أو خواص الملائكة أفضل من البشر، أو بالعكس،
أو خواص البشر أفضل من خواص الملائكة أو بالعكس، أو عامة البشر أفضل من خواص الملائكة أو بالعكس، وربما بقي شيء من الأقسام لم نستقصه، والذي دل عليه الدليل أن الملائكة بالجملة أفضل من البشر، لقوله عز وجل: ولا الملائكة المقربون. ولا أقول لكم إني ملك، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وأدلة ذلك كثيرة. 9. المشهور أن هاروت وماروت من الملائكة، وأنهما قدرت عليهم الخطيئة فعذبا في الدنيا، وأمرهما إلى الله عز وجل في الآخرة، وكان سبب ذلك أن الملائكة عابت على بني آدم معصيتهم لله عز وجل، وقالوا لو كنا مكانهم ما عصينا، فابتلى الله عز وجل صفوتهم هاروت وماروت تنبيها على أن عجز غيرهما بطريق أولى. فلما عصى هاروت وماروت علمت الملائكة ما فيه بنو آدم من المجاهدة فاستغفروا لهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. 10. اختلف في إبليس، فقيل من الملائكة وقيل من الجن، وهو المنصوص في قوله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن. مسائل في الجن. ويتعلق بذكر الملائكة ذكر الجن لاشتراك القبيلين في الروحانية وتقاربهما في المادة، وفيهم مسائل. الأولى: لفظ الجن وما تصرف من مادة جنن جيم نون نون يدل على معنى الاستتار، فمنه الجن لاستتارهم عن الناس، والجنة لاستتار أرضها بالشجر، والجنين لاستتاره في البطن، والجنة والمجن لاستتار حاملهما عن السلاح ونحو ذلك. الثانية: الجن مخلوقون من نار، لقوله عز وجل: خلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والعوالم المشهورة 3: الملائكة من نور، والجان من نار، والإنس من طين. الثالثة: الجن جواهر نارية لطيفة، لهم قدرة التصرف والنفوذ، ونحو من الملائكة بإقدار الله عز وجل لهم على ذلك، وللطافتهم كانوا يرون بني آدم ولا يراهم بنو آدم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. والملائكة والجن لما اشتركوا في اللطافة رأى بعضهم بعضا، هذا هو الظاهر. الرابع: الجن موجودون لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والفلاسفة أنكروا وجودهم بناء على أن النار عنصر واحد لا يتألف منه جسم. وجواب شبههم يطول ذكره الآن، وعند التحقيق لا تلزم. الخامسة: الجن فيهم كفار ومؤمنون، قوله عز وجل: قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ونحو ذلك مما يدل على كفر بعضهم. وقوله عز وجل: أجيبوا داعي الله وآمنوا به، وقولهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، يدل على إيمان بعضهم. السادسة: الجن مكلفون بدليل إرسال الرسل إليهم وذم الكافر منهم، والذم على المعصية من آثار التكليف، ثم الجميع مكلفون بأصول الإيمان، والمؤمنون منهم مكلفون بفروعه قولا واحدا. وفي كفارهم القول ما هو في كفار الإنس، لأن القرآن توجه إلى الجن والإنس بعموم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما ثبت في كفار الإنس من وفاق وخلاف ثبت مثله في كفار الجن. السابعة: الشياطين والمردة من أصناف الجن، والغيلان ثابتة أيضا لثبوت وجودها في السنة وفي شعر العرب. ثبت في الحديث أن أبا هريرة جعل على ثمن الصدقة،
فجاءته الغول لتأخذ منه الحديث، وفيه إذا تغولت الغيلان فبادر بالآذان. وفي شعر تأبط بأني قد رأيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان، فأضربها بلا دهش فخرت صريعا لليدين وللجيران. ويقال إنه جاء برأس الغول تحت إبطه فقالوا تأبط شرا فلقب بذلك. الثامن الكفار من الجن يعاقبون بنصوص الكتاب، أما المؤمنون منهم فيجوز أن يثابوا بالجنة كما عوقب كفارهم بالنار قياسا على مؤمن الجن، ويحتمل أن يجعل ثوابهم سلامتهم من العذاب لقوله عز وجل وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وقوله عز وجل فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، فلم يذكر لمن آمن منه وأسلم إلا الأمن من البخس والرهق وإلا تحري الرشد. والأشبه الذي هو موجب العدل الأول لقوله عز وجل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ونحوه من العمومات. التاسعة الجن فيهم سحرة وعلماء وشعراء وفضلاء في أفعال الإنس، وربما زادوا عليهم، لأن مادة ذلك كله القوة العقلية وهي سارية في القبيلين. وقد ثبت السحر عن جن سليمان، والعلم أيضا والشعر، وقد سمع منهم مرثية في عمر بن الخطاب على قافية القاف. ويروى البيتان المشهوران عنهم في قتل سعد بن عبادة. ويقال إن لكل شاعر من الإنس شيطان من الجن يمده بالشعر. ويروى أن أبا النجم العجلي التقى بالعجاج وهم يتناشدان الرجز، وتحت العجاج ناقة وتحت أبي النجم بعير، فجعل يقتحم على العجاج وينشد حتى تماس زمامهما، فوافق ذلك أبا النجم أن قال شيطانه أنثى وشيطان ذكر. ومن شعر الجن بيت عقد وهو وقبر حرب بمكان قفر ليس قرب قبر حرب قبر. ولهذا البيت قصة عجيبة ذكرها السهيلي في الإعلام، أي في كتابه الإعلام في سورة الأعراف. ويقال قل من ذكر هذا البيت 3 مرات فلم يعثر فيه. العاشرة سبق أن إبليس من الجن وبلقيس صاحبة سليمان مولدة بين إنسي وجنية، وفي التواريخ من ماجريات الإنس مع الجن وقائع غريبة ونكت عجيبة. خاتمة فيها مسائل مستدركة ها هنا. الأولى يجب الإيمان بالحفظة، وهم ملائكة يتعاقبون على ابن آدم ليلا ونهارا يحصون عليه ما يعمل، قوله عز وجل ويرسل عليكم حفظا، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكونهم لا يرون ولا يحس بهم لا يقدح في وجودهم بدليل الجن والريح، فإنه موجد لا يحس ولا يرى. قد قال الله عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فدل على أن الموجودات مرئيا وغير مرئي. الثانية يجب الإيمان بأن مع كل إنسان شيطانا يوسوس له، لقوله عز وجل قال قرينه ربنا ما أطغيته، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقوله عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قالوا وأنت يا رسول الله؟ قالوا نعم، ولكن أعانني الله عليه فأسلم. الثالثة اختلف في روح ابن آدم على أقوال كثيرة، والأشبه الذي دلت عليه السنة والحكمة أنها جسم لطيف، والذي يتحرك لها
الصدر عند الخروج، ولا إشكال على هذا في حدوثها لقيام الدليل على حدوث الأجسام، وإنما قال بقدمها أهل جيلان وغيرهم بناء على أن حقيقتها غير معلومة، قوله عز وجل: قل الروح من أمر ربي، ولا حجة في ذلك على إبهامها، لما ذكر بعض أهل العلم من أن الروح لفظ مشترك بين معاني، منها جبريل والقرآن والمسيح وملك من الملائكة. واليهود سألوا النبي عليه السلام عن الروح مغالطة، بحيث أنه بأي شيء من مسمياته أجابهم قالوا: أخطأت، ليس الروح كما ذكرت. ويعنون مسمى آخر من مسمياته، فلما أجهلوا السؤال مغالطة أجهل بهم الجواب مقابلة واحتراسا، فقيل: قل الروح من أمر ربي، يتناول المسميات كلها، فلا يبقى لهم طريق إلى التغليظ، فهذا سبب إبهام الروح، لا كونها لا تعرف حقيقتها، وتقدير أن حقيقتها مبهمة لا يدل على قدمها. واحتج الخصم بأن آدم بقي فخارا ملقى على الأرض لا يعبأ به 40 سنة، فلما نفخ فيه الروح وأمر الملائكة بالسجود له، السجود من خواص القديم، فدل على أن آدم حل فيه القديم حتى استحق أن يسجد له، وأجيب عنه بأن سجود الملائكة إنما كان لله عز وجل، وآدم قبلة للسجود، وبتقدير أن السجود لآدم فهو سجود تحية لا سجود عبادة. القول في السحر وأحكامه. هنا ذكر المصنف تبعا لهذا الفصل الكلام عن السحر، قال: ويتعلق فيما نحن فيه القول في السحر وأحكامه لمناسبته ذكر الروحانيات للطافته ونفوذه وتأثيره، وفيه مسائل. الأولى: اشتقاق السحر، يحتمل من السحر بفتح السين وهو الرئة، كأنه للطفه ينفذ تأثيره إلى السحر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال لبيد بن ربيعة: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر، أي الأكل في سحره. وقال امرؤ القيس: أرانا موضعين الحتم غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب. وفي التنزيل: إنما أنت من المسحرين. قيل: من المسحورين، لا تدري ما تقول. وقيل: من الآكلين ذوي السحر، أي فأنت مثلنا لا فضل لك علينا. ويحتمل اشتقاق السحر من غير ما ذكرنا. مسألة الثانية: السحر قيل هو رقى وعزائم أجراها الله عز وجل بحكم العادة، عندها أفعالا غريبة خارقة. وقيل هو مزج قوى سماوية فعالة بقوى أرضية منفعلة، يحصل عنده أمور خارقة. وذكر الحجري في كتاب قصص الأنبياء أن آدم كان قد أنزل عليه الاسم الأعظم، وتناوله عنه مؤمن ولده، وكانت له بنت اسمها عناق، كافرة فاجرة، فسرق ذلك الاسم، فضعف تأثيره في يدها لفجورها، فصار سحرا أو كما ذكر. المسألة الرابعة: السحر له حقيقة، لأنه يخرق العادات وينقض الطباع ويميل النفوس، ولذلك أوجب بعض العلماء به القود، وهو قول الشافعي وأحمد: وما لا حقيقة له لا يظهر له هذا التأثير. قود يقصد به هنا القصاص. واحتج من قال لا حقيقة له بقوله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فدل على أنه خيال ووهم لا حقيقة له، وهو مردود بقوله عز وجل: وجاءوا بسحر عظيم. وما لا حقيقة له لا يوصف بالعظم، بقوله عز وجل: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله.
ولو لم تكن له حقيقة لكان ذلك إبطال الباطل، وهو تحصيل حاصل وهو محال، وفي هذا الجواب نظر. المسألة الخامسة: السحر له تأثير، لقوله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والتفريق تأثير عظيم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر، فكان يرى أنه يفعل الشيء ولا يفعله، حتى نزل عليه ملكان، فقال أحدهما: إن الرجل مطبوب، أي مسحور، ثم دلوه على حل سحره ومكانه، والقصة مشهورة. وبعضهم يرد الحديث ويقدح فيه بكونه آحاد، ظن منه أن ثبوته مما يقدح في النبوة، وليس كما زعم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وهذا وأمثاله من لواحق البشر. المسألة السادسة: تعلم السحر، قيل حرام مكفر، قيل حرام مكفر، لقوله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى قوله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهو ظاهر في الكفر بتعلمه، وقيل لا يكفر أو لا يكفر، وربما أوجبه بعضهم لأن اجتنابه واجب، واجتناب ما لا يعلم محال، لأنه يشتبه بالسيماء والهيمياء والطلسمات، فإن لم يعلم بحقيقته الخاصة وقع اللبس والخطأ في حكمه. وربما كفر صاحب الطلسمات ظنا أنه ساحر ونحو ذلك. ومن هذا الباب قول الشاعر: علمت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يتق الشر يقع فيه. وجه الأول أن من علم السحر صارت له القدرة على الأذى والفجور، وصار كالكلب العقور، فيجب قتله كفا لشره واتباعا لظاهر النص في كفره. المسألة السابعة: قيل يجوز عقلا انتهاء السحر في خرق العادات إلى ما تنتهي إليه المعجزات، ويقع الفرق بينهما إما بجمع القلوب على قلوب المعجز دون السحر، أو بصرف الناس وإعجازهم عن معارضة المعجز دون السحر، أو بما شاء الله عز وجل من الفروق. وقيل لا يجوز ذلك لئلا يلتبس الساحر بالنبي والمعجز بالسحر. والجواب من ذلك ما ذكرنا، أن من حيث الوقوع، أما من حيث الوقوع فلم يبلغنا أن سحرا ساوى معجزا، وكذا الكرامات في بلوغ حد المعجزات، وهي أحق بذلك. وأظن الخلاف فيها دون السحر، فإن القرطبي في تفسيره ذكر شيئا من ذلك وقد بعد عهد به. المسألة الثامنة: من علم السحر فلا بأس أن يستعمله في نفع الناس كحل مربوط ومعارضة ساحر وأذى كافر ونحوه. المسألة التاسعة: لا بأس بالرقى والاسترقاء بما يعلم أن لا كفر فيه ولا إثم للأثر. المسألة العاشرة: العين وتأثيرها حق، ثم اختلف في كيفية تأثيرها، فقيل ينفصل عن عين العائن سم لخبث نفسه فيتصل بالمعين فيؤذيه، وقيل هو عظة إلهية للعائن بلسان الحال، كأنه يقول: لا تستعظم ما رأيت فإن مآله إلى الهلاك والتلاشي. نقف إلى هذا الحد، وبالله التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلم.